السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سويت وميت. النهارده بقى هنعمل حلقه كده حلو جدا. شتوي كده وبيدفي في الشتاء، اللي هو بطاطا بالبشاميل. من احلى الحلويات وابسطها واسهلها. يعني عايزه اقول لكم المفضل بالنسبه لي في الشتاء. ان شاء الله نعملها بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا مع بعض نشوف بتتعمل ازاي. معايا هنا بطاطا مقشراها ومقطعاها قطع، وطبعا غسلتها وحطيتها في حلة من غير اي حاجة، وحطيتها على النار. مجرد ما الحلة تسخن هنوطي عليها شوية، يعني نار متوسطة، لغاية كده ما تستوي معانا. هنحط قطعة من السمنة البلدي او الزبدة، اي حاجة عندكم. وهنحط شوية سكر كده. السكر بقى على حسب الرغبة، انتي حباها بقى تبقى مسكرة قوي، مسكرة شوية، يعني زي ما تحبي. السكر ده بتاعك انتي. وبعد كده هنهرسها. انا هنا كنت جايبه نوعين بطاطا، اللي هي البطاطا العاديه اللي هي الحمرا دي، وجايبه البطاطا اللي هي الفاتحه. بس بصراحه يعني ما عجبتنيش خالص، يعني ما فضلتهاش. في بطاطا فاتحه كده بتتباع وبتبقى كبيره كده، بس ما انصحش حد يجيبها بصراحه. يعني انا قلت اجربها بس ما عجبتنيش، وكان عندي من البطاطا البلدي العاديه، فحطيت ده على ده. المهم بعد ما هرستها بقى كده وطفيت عليها زي ما انتوا شايفين، هعمل البشاميل. حطيت قطعة من الزبدة الصفراء او سمنة بلدي لو عندك، او سمنة عادية اللي عندك. هنسيح الزبدة الصفراء دي، وبعد كده هنحط عليها معلقتين من الدقيق. ونحاول يعني يبقى مقدار الدقيق هو مقدار الزبدة. انا مش عايزة الدقيق يكلكع. انا هنا عاملة معلقتين دقيق على معلقتين زبدة كبار، وهحط عليهم نص كيلو من اللبن البلدي. يبقى فيه قشطة كده، علشان القشطة دي هي اللي هتخلي لنا وش البطاطا كده لونه حلو ودسم وحلو. هنقلبها كده شوية لغاية ما الدقيق يستوي ويحمر، يعني ما مش عايزينه يعني ايه يتحمر قوي، يدوبك يستوي كده. وبعد كده هننزل باللبن الساقع، زي ما قلت لكم نص كيلو او كوبايتين كبار من اللبن الحليب الساقع. وهنقلب بقى كده وما نسيبش التقليب خالص. وطبعا هنحط السكر، وبرضه هقولك السكر ده بتاعك، حابه كتريه حابه تقلليه زي ما تحبي. بعد كده هنقعد بقى نقلب زي ما انتوا شايفين كده، لغايه ما البشاميل يغلي معانا ويتقل زي ما انتوا شايفين. قعدت اقلب بقى لغايه ما غلي معايا كده وقام على بعضه، وحسيت ان هو تقل وخلاص اتظبط معايا. زي ما قلت لكم بقى حطيت السكر بقى ايه، انا حطيت حوالي 3 معالق كبار على البشاميل ده. يعني انا عن نفسي مش بحب الحاجه تبقى مسكره، بس انت بقى حابه تزودي زي ما تحبي. هنا بقى كان غلي خلاص وتقل. هنجيب بقى صينيه او بايركس اللي هنعمل فيه البطاطا، او حابه تعمليها مثلا في طواجن اللي هي الصغيره بتاعه الرز بلبن دي. يعني كل واحد يبقى ليه طاجن بتاعه كده صغير زي ما تحبي يعني. انا حبيت اعملها في البايركس. حطيت في الاول زبدة كده، دهنت البايركس زبدة بسيط، وحطيت البطاطا بقى اللي هرستها دي هسويها بقى كده في البايركس. وبعد كده هنحط البشاميل عليها من على الوش. على فكرة البشاميل ده بيبقى طعمه حلو جدا، احنا ممكن نعمله كده لوحده ونحطه في طواجن ونديله وش كده فرن، بيبقى حلو جدا على فكرة. والله يعني عايزة اقول لكم البشاميل المسكر ده يعني طعمه حلو جدا، انا يعني بفضله قوي. ولو زي ما قلت لكم عملتوه زي ما قلت لكم كده، هو لوحده من غير بطاطا ولا اي حاجه، في اي حاجه، يعني صينيه بقى، بايركس، في طواجن كده، وحطيته في الفرن ياخد وش فرن، هيبقى حلو جدا من غير اي حاجه. ما علينا، نخلينا بقى في الوصفه بتاعتنا. حطيت بقى البشاميل كده على الوش، وهحطها في الفرن على الشوايه. انا شغلت تحت شوية، وبعد كده شغلت فوق. يعني ده شغلت تحت بتاع 5 دقايق كده، مش اكتر من كده يعني. هنا بقى بعد ما استوت واتعملت معانا بقى، عايزة اقول لكم احلى حاجة حلوة تاكلوها كده بتدفي ومشبعة جدا جدا. يعني عايزة اقول لكم بجد تحفة. انا بحبها سخنة جدا،
يعني هي المفروض تبرد شوية طبعا وتهدى، لان البشاميل بيبقى سايب وهي سخنة، بس انا والله بحبها كده جدا جدا. ممكن تسيبوها تهدى، وما بتسقع كمان بتبقى حلوة جدا. بس بقى في الشتاء بالذات يعني انا بحبها سخنة. جربوا الوصفة هتعجبكم جدا، وهتعملوها على طول. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام عليكم، باي باي.